يوم تشوف انا اقدم شارع. رجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو اهل مصر. النهارده السبت 15/6/2013 ومعاكم في برنامجكم حبة جد من 7 ل 9. رباب عزام على المايك وحسام عدلي على الميكسر. بنتكلم النهارده عن حركة شباب قادمون وتأثيرها في الشارع المصري. اهلا بيك يا حسام مرة تانية. اهلا بيك. اهلا بيك. حابين برضو تكلمنا عن المسيرات اللي انتوا قمتوا بيها من يوم ما اسستم الحركة. هي اغلبيه المسيرات اتحركنا من فيصل لمحافظه الجيزه كايقونه النظام في المحافظه. يعني اتحركنا اول 7 مسيرات اتحركنا من فيصل لحد المحافظه. ابتدى بعد كده الاحزاب تشارك معانا، ابتدت الحركات تشارك، ابتدى الناس في الشوارع وفي بيوتهم يعرفوا ان في مسيرات بتخرج من الشوارع ما بتروحش الميادين، موجوده برضو في الشوارع. تمام. والحمد لله لاقت اعجاب الناس، والناس ابتدت تنزل معانا وتتفاعل معانا. حتى بعد كده حتى لما احنا ما بقيناش ننزل، الناس ابتدت تنزل بشكل فردي. اي حد عنده مشكله، اي مجموعه عايزين في لهم مشكله وليهم مطلب، بينزلوا قدام المحافظه. والحمد لله يعني يعتبر شارع الهرم اتحول من مكان تجاري اتحول لميدان تحرير، ميدان تحرير تاني. انت عددكم قد ايه يا حسام؟ احنا عددنا في الجيزه يعني حاليا 250 غير المتضامنين معانا. يعني 250 في كام شهر قلت لي؟ هو يعني تحركنا كان حوالي 3 شهور بس، من شهر 2 لحد شهر يعني 250 فرد مؤمنين بالفكرة، مؤمنين مؤمنين بنقل الثورة من الميادين إلى الشوارع في 3 شهور. طبعا كل شخص فيهم بيحلم بقى بإيه للبلد، بيحلم بإيه في الشارع المصري. هو كل شخص ليه مطالب، لكن المطلب اللي هو سقف المطالب عيش، حرية، عدالة اجتماعية. تحت منهم كل واحد بيبقى له مطلب شخصي، لكن المطالب دي لو اتحققت، المطالب دي اللي هي التانية الشخصية هتبتدي تتحقق مع مرور الزمن لو عيش، حرية وعدالة اجتماعية اتحققوا. لكن للأسف يعني النظام السابق والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين ما حققوش أي مطلب من المطالب دي. ايه رأيكم في مستمع من مستمعينا باعت لك مسج بيقول لك ايه رأيك في انضمام حركة شباب قادمون لكيان اكبر؟ يعني ايه هل انتوا بتعارضوا اللي في يوم من الايام شباب قادمون مثلا تنضم ل6 ابريل او تنضم لحزب الدستور او التيار الشعبي او غيره؟ هو الكيانات الموجودة على الساحة لو شايفينها بتنفذ الافكار بتاعتنا على الارض كنا انضمينا ليها، لكن احنا لينا افكار معينة مش شايفين ان الاحزاب دي او الكيانات دي بتنفذها، لان الاحزاب دي بتبقى مقيده باسباب سياسيه وبتبقى مقيده بقرارات شخصيه. يعني لان القيادات بتاعتها موجوده على الساحه، اي قرار بيصدر منهم هم اللي بيتحملوا المسؤوليه. وحتى انا كنت في اجتماع مع منسق احد الاحزاب يعني بدون ذكر اسماء، فاقترحت عليه ان هو يعمل مبادره للم شمل الحركات الثوريه الموجوده على الارض زي حركه شباب قادمون. رد عليا يعني رد كافي، وانا كنت متوقع الرد ده، ان هو مش هنجازف بيكو وان احنا نعرض نفسنا للخطر، لان انتوا ممكن تعملوا اي حاجه. التيار الشعبي او حزب الدستور او هو اللي هيتحمل المسؤوليه، فانتوا اشتغلوا مع نفسكم واحنا هنشتغل مع نفسنا. تمام. انت شايف يا حسام ان حركة شباب قادمون اثرت من يوم ما طلعت على الساحة او في شوارع الجيزة زي ما انت بتقول، اثرت فعلا؟ ايه اللي هي قدمته؟ يعني احنا دلوقتي بقينا منقسمين لاكتر من 1000 حركة من ساعة ما الثورة ابتدت، من ساعة اتحاد شباب الثورة ما انفصل عن بعضه، الليبراليين بقوا لوحدهم، الاسلاميين وحدهم وغيره. بدأت تظهر حركات كتير جدا جدا جدا. دلوقتي حركة شباب قادمون ايه هي اللي هي قدمته في الشارع المصري؟ ايه اللي اقدر المسه كمواطنة؟ هي حركة شباب قادمون الفرق اللي هي عملته في الشارع المصري ان المواطن المستقل حاسس ان هو ليه صوت. يعني في ناس يعني لو اشتركوا في احزاب، هي ناس موجودة معانا لو اشتركوا في احزاب مش هيبقى لهم صوت، هيبقوا اعضاء يعتبر كمالة عدد. لما شاركوا معانا لقوا فعلا ان القيادات موجودين مع الاعضاء بيتناقشوا في اي فعالية هينزلوا فيها، فحتى الثوار المستقلين حسوا ان هم لهم صوت وبيفرضوا صوتهم على الاحزاب اللي موجودة على الساحة. تمام. وبالنسبة للمواطنين، المواطنين بيبتدوا يبعتوا لنا مشاكلهم، بيتفاعلوا معاكم ازاي؟ بيتفاعلوا معانا. يعني احنا مثلا ماشيين بمسيرة، بتيجي مجموعة تشارك معانا
احنا لينا مطالب 1 2 3 ولينا مشاكل وعايزين ننزل، بس احنا كمواطنين مش هنقدر مثلا ننظم فعاليه او نعمل مسيره او مش هنعرف نتحرك على الارض، فبنبتدي احنا ندعم المواطنين دول. احنا عكس الأحزاب. ممكن نتكلم شوية زي اي 2 مصريين مثلا قاعدين على اي كافيتيريا او اي مكان بيتكلموا بشكل عادي جدا، احنا مش هنتكلم كمذيعة وضيف. دلوقتي يا حسام، انا لو في الشارع، في شارع الهرم بالذات، شارع زحمة جدا من الشوارع اللي فيها شلل مروري في القاهرة او الجيزة، انت دلوقتي جبت لي 200 شخص 300 شخص وقفهم في الشارع عاملين اعتصام، انا كمواطن عادي هتذمر عليك، انا ممكن يعني اتطاول عليك بالايد كمان لانك معطلني اكتر ما الشارع اصلا في اختناق مروري. فيعني هل انتوا واجهتوا حاجات زي دي؟ وانت شايف ان انتوا كده يعني فعلا ماشيين على الطريق الصح، طريق الاعتصام او طريق، هل هو ده الطريق اللي ينفع دلوقتي في مصر ما بعد الثورة؟ في مصر في حكم الاخوان وفي مصر الممزقة الى 1000 صوت؟ هو اولا لما بنيجي نشارك في اي فعاليه وبنبتدي نقطع الطريق بنقطعه بشكل جزئي، بنقطعه بشكل جزئي ما بيأثرش على المواطنين، وقبل لما بننزل الفعاليه بنوجد طرق بديله للطريق اللي هيبتدي يقطعه. يعني لما بنيجي نقطع مثلا شارع الهرم بنقفل حاره واحده من شارع الهرم وبنبتدي نعدي العربيات. اما المواطن اللي هو هيتذمر علينا ده يعني ولا من الثوار ولا مواطن عادي، ده من الاخوان، لان هو اصلا مش متضرر. شارع الهرم ليه كذا بديل، اللي احنا بنوقفه شارع الهرم ليه كذا بديل، احنا بنوجد البدائل دي بنشترك مع المرور وبنوجد البدائل دي. والحمد لله لما نزلت شارع الهرم ما كانش في اي اشتباكات مع اي حد، هي بس في مسيره واحده وكانوا ناس معينه نزلت وعملت اشتباكات معانا والحمد لله خلصت. اما المواطن العادي لما بيعدي يا اما بيدعي لنا يا اما بينزل يشارك معانا. انت عارف لو اتكلمت بشكل علمي اكتر عن الثورة، لو رجعنا للثورة، يعني في الكتب العلمية او الكتب اللي اتكلمت عن الثورات في العالم، يقال ان الثورة عملية تغيير جذري وسريع للنظام السياسي بما يؤدي للإطاحة بالنظام والنخبة التابعة له نهائيا، فإن ظلت النخبة فما حدث ثورة، فما حدث لم يكن ثورة. يعني دلوقتي شرطين، التغيير الجذري والسريع، لو ده ما حصلش والنظام سقط او رئيس النظام سقط لكن النخبة بأذرعها المختلفة ظلت، يبقى احنا كده اللي حصل ده مش ثورة. كل كتب الثورات بتتكلم بتقول هي السيناريوهات في الثورة عامة الإطاحة بالنظام من جذوره. اما فكرة ان احنا نخلي ناس معينة علشان خاطر ما يحصلش بلبلة زي ما بيحصل حاليا في جبهة الانقاذ، مع احترام الاشخاص موجودين في جبهة الانقاذ، لكن هم بيضموا مثلا ناس من النظام السابق علشان خاطر ما يعملوش بلبلة فيما بعد، ده ما اسمهاش ثورة، دي اسمها كده انتفاضة واسمها تضييع وقت. عشان كده احنا عملنا حركة شباب قادمون، لاننا شايفين وبعدها تاني وتالت شايفين الاحزاب والكيانات اللي موجودة على الارض والقيادات ما بتعبرش عن المواطن وما بتعبرش عن الثوري اللي بينزل الميادين. تمام. تعرف ان في كاتب اسمه كرين برينتون كتب في كتابه تشريح الثورات اللي صدر عام 1938 ان كل الثورات في العالم بتمر ب5 مراحل. هل انت قريت او اطلعت قبل كده عن الكتاب ده؟ لا هو للاسف ما قريتش الكتاب ده، لكن احنا عشناها. هو عشناها وخدنا خبره، يعني 2.5 سنين خدنا خبره. يعني الثورات عامه في ثورات بتقعد 10 سنين، في ثورات بتقعد 20 سنه، لكن الحمد لله احنا لحد دلوقتي 2.5 سنين. اي نعم الثوره ما حققتش اي حاجه، بس باذن الله يوم 30 هنبتدي ان احنا يعني نقطه من اول السطر ونبتدي ثوره من جديد. هنبتدي الاطاحه برموز النظام، الاطاحه بالنظام السابق، مفيش محاكمات مفيش اعتقالات، هو باذن الله يتعمل محكمه ثوريه. والكلام ده هنعمله احنا بالضغط على السلطه الحاكمه ايا كانت، رئيس المحكمه الدستوريه او ايا كان مجلس رئاسي مدني او ايا كان رئيس جديد. يعني دلوقتي في واحد من مستمعينا بعت لك بيقول لك انت بتتكلم وبتقول نظام رموز النظام السابق، اطاحه بنظام سابق الى فيما معنى الرساله بتاعته، يعني ملخصها بيقول لك ازاي اذا كان اصلا اللي حزب التيار الشعبي او الدستور او الوفد او غيره هم اصلا رموز النظام السابق، وهم اللي ركبوا الثوره وبقوا ابو الثوار دلوقتي.
ازاي الشباب اللي نزل الميدان وعمل ثورة وضحى بدمه وزمايله استشهدوا قدام عينيه، ازاي يتبعوا هؤلاء النخبة السابقة في النظام مبارك؟ هي النخبة اللي موجودة حاليا في، هنتكلم بقى عن جبهة الإنقاذ، هنتكلم عن حمدين، هنتكلم عن البلدي، هنتكلم على بقية الأشخاص اللي موجودين. هم أي نعم كانوا من رموز النظام السابق، لكن ما شاركوش في إفساد الحياة السياسية زي ما غيرهم شارك. إحنا كلنا من رموز النظام السابق، إحنا كلنا كنا في النظام السابق، لكن مين اللي أفسد في الحياة السياسية في النظام السابق؟ مين اللي فيه مستندات بتفيد إن هو أجرم في حق الشعب المصري؟ حتى الآن حمدين والبلدي والسيد البدوي ما فيش حد اثبت عليهم اي حاجه. هم حاليا بيشتغلوا في حرب نفسيه اللي هي سياسه فرق تسد، ان هم عايزين قبل يوم 30 يبتدوا يفرقوا الثوار، يبتدوا يشككوا في الكيانات الموجوده. انت شايف يا حسام ان سياسه فرق تسد دي هي فعلا ما سادتش وفعلا ما نجحتش؟ هي نجحت مع المجلس العسكري لما يعني قرر سيناريو غزوه احد، لما اطلق الغنائم وعمل انتخابات، فعلا نجح ان هو يفرق الثوار. وده كان من طمع بلدي ومن طمع حمدين ومن طمع بقيه الاحزاب، ان هم عايزين شايفين ان في تورته، عايزين يلحقوا اي حاجه منها. نسيوا الثوار اللي في الشوارع، نزلت ثوره، نزلت مظاهرات حصل فيها ايجابيات، بيبتدوا ان هم يدعموها. لقوا ان الكلام هيبتدي يقل، خلاص بنبتدي نلعب سياسه لحد ما ينزل متظاهرين تاني ونشتغل عليهم. تمام. اما بالنسبه لعمرو موسى، عمرو موسى هو نهايته لحد يوم 30. عمرو موسى واي حد من النظام السابق وجودهم حاليا. بالنسبه اليك وبالنسبه لثوار الجيزه او شباب حركه قادمون، عمرو موسى يعتبر من الفلول ولا من رموز الثوره المصريه كما يعتقد البعض؟ هو ليها تعقيب بس على كلمه فلول. هي فلول اللي اطلقها الاخوان المسلمين كغزوات، بيعتبروا الثوره غزوه فاطلقها الاخوان المسلمين. هو من افسد في الحياه السياسيه في النظام السابق. هو كان ماسك منصب سياسي، مش معنى ان انا ما قدمتش حاجه يبقى انا افسدت. اللي افسد ان انا مش يتمسك عليها جريمه، اللي افسد ان انا مسكت منصب ما حققتش فيه ايجابيات. ده في حد ذاته ده اجرام، ان انا اكون ماسك منصب في تحت مني ناس، في مواطنين مستنيين ايجابيات ما اقدم لهمش حاجه، ما قمتش بدوري صح، ما قامش بدوره صح. وما خفي كان اعظم. يعني عمرو موسى حتى لما ما حدش لسه مسك عليه حاجه. ايه رأيكم مستمعي راديو اهل مصر؟ نطلع فاصل مع حسام عدلي ونرجع تاني نكمل بقية حلقتنا النهاردة مع المتحدث الرسمي لشباب قادمون حسام ثروت. اسمعونا على راديو اهل مصر .net، وتابعونا بكومنتاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم الخاصة على صفحتنا على الفيسبوك راديو اهل مصر بالعربي. نطلع الفاصل ده ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني في حلقتنا النهاردة من حلقة حبة جد على راديو أهل مصر، ومعاكم من 7 ل 9 رباب عزام، وعلى الميكسر هاني وعلى الميكسر حسام. طبعا احنا مفتقدين هاني جدا لأنه بقاله أسبوع واخد أجازة. نرجع تاني لموضوع حلقتنا النهاردة. الأول بنحييك للمرة الثالثة يا حسام، أهلا بيك معانا، وبكل شباب حركة قادمون، شباب قادمون اللي انت بتمثلها معانا. ايه كنا بنتكلم في جزء من اللينك اللي فات، وبنتكلم ان في كتاب تشريح الثورات اتكلم كريم برينتون ان الثورة، اي ثورة في العالم بتمر ب5 مراحل. ايه رأيك نعددهم سوا وتقول لي رأيك وتقول لي ازاي ال5 مراحل دول اتطبقوا في مصر؟ بيتكلم برينتون ان المرحلة الاولى هي مرحلة انهيار النظام القديم. بيقول تصبح المشاعر، مشاعر عدم الرضا ضد النظام القديم متأججة، وتسقط ثقة الشعب في الحكومة، كما تبدأ مشاعر الغضب والحقد. انت ايه رأيك تعليقا على المرحلة الاولى من كتاب تشريح الثورات؟ هو اول مرحلة دي هو النظام بيعتبرها مرحلة التحريض، اما احنا كثوار بنعتبرها مرحلة اعداد للثورة، اننا بنخلي الناس مهيئة للنزول للشارع، بنبتدي نظهر السلبيات اللي موجودة في النظام، بنبتدي ننزل في الشوارع قدام المواطنين بحيث ان المواطن يعني حتة الخوف والرهبة اللي موجودة عنده تنتزع. فاحنا بنبتدي ننزل اظهار السلبيات، يكون في تفاعل ما بيننا وما بين المواطنين، يكون في فعاليات على الارض موجودة. لا انت شفت ده؟ يعني لو احنا هنطبق دلوقتي هنتكلم بعيدا عن حركة قادمون،
انا بتكلم بشكل بشكل عام المراحل الخمسة اللي هنتكلم عنها، او المرحلة الاولى اللي هي فترة التأجج ومشاعر الغضب اللي كانت ظاهرة في مصر، انت كنت ملاحظها اكيد. هي الشعب كله كان قبل سقوط النظام القديم، قبل اسقاط النظام وقبل 25 يناير. هو من يوم 6 ابريل ابتدى الشعب ينزل من انتفاضة المحلة، ابتدى الشعب ينزل، وبعدها قضية خالد سعيد، وبعدها كنيسة القديسين، ناس خلاص ابتدت بقت مهيئة للنزول، وبعدها كارثة مجلس الشعب اللي هي خلاص الناس يعني بيقولوا للشعب انزل، وده حاليا اللي بيعمله جماعة الاخوان المسلمين. انت في ايام كنيسة القديسين كان ايه شعورك؟ ايام كانت يعني كشعور اي مواطن ان الجماعات الارهابية ايا كان جماعات ارهابية مجهولة، يعني بنسمع كلمة جماعات ارهابية مجهولة. الجماعة ما كانش بيتقال جماعة الاخوان المسلمين، كان بيتقال الجماعة هي اللي عملت كده او ارهابيين. لكن انت كنت مصدق ان الجماعه الاسلاميه هي اللي عملت كده ولا العدلي يعني زي ما ظهر بعد كده؟ هو قبل الثوره ما كانش قدامنا حاجه غيرها، حتى لو ما صدقناش ما احناش لاقيين حاجه غيرها، حتى الاعلام كان مقيد بيظهر صوت النظام. اما احنا قبل الثوره كنا مصدقين الكلام اللي بيتقال ومضطرين ان احنا نصدقه. من بعد الثوره، من بعد ظهور يعني آلات اعلاميه زي الفيسبوك وتويتر وكان حاليا بقى في اعلام خاص حر، فابتدينا ان احنا نعرف المعلومات، وابتدينا ان احنا نتكلم عنها، وابتدينا في اي مشكله بننزل. فده الفرق ما بين قبل النظام، قبل ثوره 25 يناير وبعد ثوره 25 يناير. تمام. لكن اعتقد يا حسام ان الناس اللي نزلت وعملت ثوره او الثوار اللي كانوا في البدايه في ميدان التحرير لو كانوا بيفكروا بالمعطيات اللي موجوده قدامهم على الساحه اللي الاعلام بيصورها لهم، او حكومه مبارك او العدلي بجيشه بتاع الداخليه بتاع الامن القومي اللي هو حاليا امن الدوله والامن المركزي، لو الثوار كانوا بيفكروا بالطريقه دي ما كانوش عملوا الثوره، لان التمرد اللي ظهر جواهم اكيد كان في فكر لمختلف. يعني شاركت في اليوم ده، شاركت، لكن من اعظم الايام في الثوره بتاعتنا، كان اعظم الايام، وباذن الله يبقى في اعظم منها، لان الناس لما كانت نازله 25 يناير ما كانش عندها خلفيه ثوريه، ما كانش عندها خبره، كانت نازله بتعبر عن غضبها. النظام كان بيقدر يتلاعب بالحشود اللي موجوده، بيقدر يسحبهم من المعارك، كان بيقدر يجيبهم في ارضه هو عشان ينتصر. لكن حاليا اخذنا خبرات استراتيجيه وخبرات ثوريه، وخدنا خبرات باذن الله كل مره بننزل فيها بيبقى عندنا خبره من قبل كده بننزل بنطبقها على الارض. وهل انت شايف اللي احنا بنعمل او اللي انتوا بتعملوه كشباب او شباب مصر دلوقتي اللي الاخوان مصورينه، اللي هو بيوقف عجله الانتاج، مش عاوز مصر حره مستقله، عاوز يدخل امريكا في الموضوع، عاوز اسرائيل تتلاعب بينا، مش منضم للفكر الاقتصادي الرهيب اللي الاخوان مشروع النهضه وغيره 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 وغيره، شايف ان الشباب دول على حق؟ هو لو في عجله، انا عاوزاك تعملي نقد ذاتي ليك وللشباب دي. هو لو في عجله انتاج ما كناش نزلنا. اما احنا مش شايفين حتى مؤسسات للدوله، مش شايفين دوله، مش شايفين نظام، شايفين جماعه جايه بتنتقم، وجماعه جايه بتقضي على الثوار الموجودين، جماعه عايزه تمكن نفسها وعايزه تنفذ مشروع الكلي اللي هو الجماعه عامه اللي هو ولايه اسلاميه. ايه رأيك نكمل مع كتاب تشريح الثورات ونبتدي في المرحلة الثانية؟ بيقولك ان تاني مرحلة هي المرحلة الاولى للثورة بعد مرحلة الانهيار للنظام القديم. المرحلة الاولى للثورة بيقولك تبدأ ببدء التحرك لتغيير الوضع القائم، فتتشكل الخلايا والشبكات التي تهدف للإطاحة بالنظام، وتبدأ مظاهرات التمرد الشعبي، فتلجأ الحكومة لاستدعاء قوات الأمن. طبعا احنا عندنا أكتر الأمن بينزل قبلنا أصلا هو فيغضب الشعب أكتر ويسقط النظام. دي المرحلة الثانية. شايف يعني لو تطبقها لي على ثورة 25 يناير؟ هي المرحلة الثانية أسهل من المرحلة الأولى. لأن المرحلة الأولى احنا بنبتدي نخش للناس وبنبتدي ننزع الرهبة من قلوب الناس، فدي بتبقى أصعب. أما بالنسبة خلاص طالما الناس نزلت، الأمن هو دوره بيبقى أهم من دورنا. يعني الأمن هو اللي بيساعد الناس إن هي تفضل في الشوارع، بيساعد الناس إن هي تغلي، بيساعد الناس إن هي خلاص شايفة إن النظام ده لازم يسقط. يعني الأمن لو بيتعامل مع المتظاهرين بالشكل المطلوب اللي هو حماية المؤسسات فقط، يعني أعتقد إن في بعض المظاهرات هتنفض بسرعة. لكن الأمن لما بيتعامل الناس يعني الغضب بيزيد،
الحشود بتبتدي تكتر، بيبتدي يخش اطراف ثالثه ورابعه وخمسه زي ما احنا بنشوف، وبتبتدي الوضع يتأجج. تمام. لكن قوات الامن حتى الان بتساعدنا بشكل كبير. انت عارف اللي مستغربه ليه او يعني الكتاب ده لو احنا هنتكلم عنه مكتوب من سنه 38. انت متخيل الكتاب في تونس، في مصر، في اليمن، في البحرين، في كل دول الوطن العربي او الربيع العربي كما يطلق على الثورات العربيه. في الكتاب ده يعني تقريبا هي نفس المراحل اللي مرت بيها. يعني هي اللي حصل او اللي مكتوب في الكتاب ده هو اللي بيحصل فعلا على ارض الواقع. هي الثوره فكره ما بتفرقش في اي زمن، طالما في ظلم، طالما في ناس مظلومه، بيبتدي الناس المظلومه بتبتدي تنزل على الظالم ايا كان اي نظام موجود، بيبتدي ان هو عايز يدافع عن النظام، بيبتدي عايز يدافع عن نفسه، بيحط الامن درع ليه. الناس بتبتدي تتحمس، تبتدي تنزل، خلاص النظام بيبقى قايل للسقوط، وفي ظرف ايام او شهور عامه، ده لو ما دخلش اطراف خارجيه، مرحله الانفجار بقى خلاص مرحله الانفجار، النظام ما بيقدرش يسيطر عليها. النظام يعني بيركز تركيزه اكتر الخروج الامن، وده ظهرت في المجلس العسكري السابق. بنشوف بعد كده انه بيتكلم ان المرحله الثالثه هي مرحله تولي المعتدلين السلطه. بيتكلم بيقول بيتولى القاده المعتدلون المعارضين للنظام القديم، بيبدا القادة دول يعملوا إصلاحات غير جذرية، فما بترضيش الشعب أو ما بترضيش المتشددين من الثوار، فبيبتدوا يصفون القادة اللي هم ناس جبنة، وبيتوافقوا مع قوى النظام القديم وبيبتدوا يطالبوا بسقوطهم. أعتقد ده حدث مع المجلس العسكري، المرحلة دي لو طبقناها على الثورة بتاعتنا. وحدث برضو مع الإخوان. بغض النظر عن الإخوان دي أعتقد في مرحلة أخرى، لأن هو بيتكلم بعد كده مرحلة تولي المتشددين السلطة. هو تولي المتشددين، يعني أنا شايف إن الفترة الانتقالية كانت امتداد للنظام مبارك، لأن مبارك المفروض أسقطت شرعيته يوم 28 يناير، إزاي يطلع يوم 11 فبراير يسلم السلطة للمجلس العسكري؟ ده أنا بسميها من لا يملك لمن لا يستحق. مبارك ما يملكش السلطة، بيقدمها للمجلس العسكري اللي هو لا يستحق السلطة، هيبتدي يعمل نزاع، هيبتدي يعمل شبه حرب أهلية، ناس عايزة خايفة على الجيش، ناس عايزة يعني كره النظام. عامة احنا لما كنا بننزل وبنقول يسقط حكم العسكر، كان قصدنا ضد المجلس العسكري وليس الجيش، وليس كمؤسسة عسكرية، والدليل ان مبارك كان من الجيش. لما طلعنا هتفنا ضد الشعب المصري يا حسام بطبعه بيعشق العسكرية وبيعشق اي حد بيرتدي البدلة العسكرية. اي واحد عسكري ماشي في الشارع تابع للجيش يعني ممكن يعملوا له اي حاجه يطلبها، لان المؤسسه العسكريه هي حمى الديار المصريه، فالناس خايفه ان هي تبتدي تلعب في المؤسسه العسكريه، لان خلاص هتبقى مصر مكشوفه للمعتدين. تمام. فعشان كده البدله العسكريه الناس حباها، وحاليا البدله يعني عامه البدله العسكريه الناس مش شايفاها غير في الحروب بس. اما كسلطه، المجلس العسكري لما مسك السلطه ابتدت ناس كتيره ان هي تتخلى عن حبها للبدله العسكريه، وده طبعا من طمع المجلس العسكري. واحنا حتى الان ما بنطالبش باسقاط الجيش، بنقول يسقط حكم العسكر، ووجه رساله للفريق السيسي ان هو بعد اسقاط النظام، يعني هو فريق السيسي في تصريحات بينزلها ان هو مش هينزل او الجيش مش هينزل غير لما تحصل فوضى في البلد. لو نزلت جماعات مسلحه هيبتدي ينزل الجيش يدعم الثوار. هو فكره نزول الجماعات المسلحه دي استحاله، ده ايهام للناس، لان يعني الاسلحه حتى اللي موجوده، يعني في مجموعه من الاخوان المسلمين حوالي 250 شخص من الاخوان المسلمين. ايه رايك نسمع منك القصه دي؟ قصه مشوقه جدا كان ذكرها لي حسام قبل الهوا. نطلع بس الفاصل ده ونرجع لكم تاني. اسمعونا على راديو اهل مصر .net، تابعونا بكل اللي تحبوه وبتعليقاتكم على الحلقة على راديو أهل مصر على الفيسبوك بالعربي. نطلع مع حسام عدلي ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني في حلقتكم النهاردة من راديو أهل مصر حبة جد مع رباب عزام والميكسر حسام عدلي. بنتكلم النهاردة عن الحركات الثورية، مصر رايحة على فين، والحركات دي ودتنا لفين، واخدين نموذج لحركة شباب قادمون.
معنا المتحدث الرسمي باسم الحركة حسام ثروت. اهلا بيك يا حسام مرة اخرى. اهلا بيك. اهلا بيك. انت كنت قبل الفاصل كنت بتتكلم عن موضوع 250 شخص والاخوان والبلاك بلوك، ممكن توضح للسادة المستمعين كان قصدك ايه بالكلام ده؟ هو بالنسبة لموضوع ال 250 هو من قبل يوم 25 يناير 2013 ابتدينا لقينا مجموعات من جماعة الإخوان المسلمين، هم شباب ابتدوا يعلنوا عن انشقاقهم، بس عايزين ينضموا لينا بشكل أو بآخر، أو حتى يمدونا بمعلومات، أو حتى يدعمونا. فحصل عدة اجتماعات معاهم، هم 250 شخص من أماكن مختلفة، بس هم اتجمعوا وعملنا اجتماع معاهم، وابتدينا ان احنا نتناقش ونعرف وجهة نظرهم، نعرف هم هل بالفعل انشقوا عن الجماعة ولا ده فخ. لكن الحمد لله هم انشقوا عن الجماعة وابتدوا ان هم يمدونا بمعلومات. وبالنسبة للبلاك بلوك، البلاك بلوك تم تأسيسه، انا يعني عشان اكد بس للناس انا مش من البلاك بلوك ولا نزلت معاهم في مرة. يجوا يقبضوا عليك هنا دلوقتي يا حسام؟ لا 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 لا، هو مفيش الكلام ده خالص. حتى صفحة البلاك بلوك اعلنت ان حسام ثروت يعني ليس منتمي لحركة البلاك بلوك، مش منتمي لحركة البلاك بلوك. لكن البلاك بلوك اتأسس علشان خاطر في اخطاء من جماعة الاخوان المسلمين، عشان خاطر في مجموعات انشقت عن جماعة الاخوان المسلمين، ابتدت تمد بمعلومات ان في اسلحة وفي مستندات خطيرة تدين جماعة الاخوان المسلمين في مقرات مختلفة. فابتدت مجموعات البلاك بلوك تنزل بس بشكل عسكري بكاريزما جديدة، ان هي بتبتدي تنزل وتستهدف المقرات دي او بتستهدف الاماكن دي. وبالفعل اتأسست مجموعات البلاك بلوك قبل 25 يناير 2013 ونزلت على المقرات دي. يعني الخسارة المعنوية لجماعات الاخوان المسلمين من البلاك بلوك اكبر من الخسارة المادية، لان في معلومات خطيرة بتدين جماعة الاخوان المسلمين، في اسلحة موجودة مع جماعة الاخوان المسلمين لحد دلوقتي موجودة في مقرات وفي محلات التوحيد والنور، وموجودة في محلات زاد، وموجودة في محلات تجارية العناوين بتاعتها موجودة مع البلاك بلوك. لكن هم معاهم قاعدة بيانات خاصة بالإخوان، قاعدة بيانات خاصة بالإخوان والمجموعات اللي هم 250 موجودين حتى الآن في الإخوان، علشان خاطر يفيدوا البلاك بلوك أو يفيدوا الثوار بالمعلومات دي. وبإذن الله يوم 30 هتظهر الكلام ده، وحسب اتفاق ما بيننا وما بينهم إن هيتم الإعلان عنهم فور إسقاط النظام عشان ما يتعرضوش لخطر. يعني انتوا كشباب قادمون نازلين يوم 30 تسقطوا النظام ولا تطالبوا بانتخابات رئاسية مبكرة؟ هو انتخابات رئاسية مرحلة بعد اسقاط النظام. هو اسقاط النظام يعني عاوزين اسقاط فوري لمرسي؟ هو احنا بنتمنى اسقاط في نفس اليوم، نتمنى من قبل يوم 30 ان هو يرحل، لكن هو مش هيرحل. احنا نبتدي ننزل، قعدنا يوم، قعدنا 10 ايام، قعدنا سنة، قعدنا سنتين، احنا موجودين في الميادين، موجودين في الشوارع، في اساليب ضغط على حسب كل مرحلة على حسب وقتها لحد اسقاط النظام، لكن ما فيش رجوع قبل اسقاط النظام. ايه رأيك يا حسام نبتدي نطالع بعض من التعليقات مستمعينا اللي جات لنا على صفحتنا على الفيسبوك؟ ابراهيم محمود بيقول، انت هترد على المستمعين طبعا على اللي بنسمعه. ابراهيم محمود بيقول اللي بتمر به البلاد حاليا هو فترة من أسوأ الفترات اللي شافتها مصر، مفيش اقتصاد، مفيش أمن، الإرهابي بقى له قيمة، القتل بقى شيء سهل، واللعب بالدين بقت حاجة طبيعية. أكيد لازم كلنا نشارك يوم 30 وإلا عمرنا ما هنعرف نفوق من الكابوس ده. إيه تعليقك على إبراهيم يا حسام؟ هو إبراهيم كلامه صح 100%. البلد وقع، البلد خلاص. البلد يعني لو ما اسقطناش النظام البلد هي اللي هتسقط. فهو النظام حاليا موجود لإتلاف البلد، فاحنا نازلين ننقذ البلد، مش نازلين نسقط نظام بس. أحمد بيقول الإخوان أثبتوا بكل جدارة أنهم من البداية كانوا بيسعوا للسيطرة على الدولة وليس النهوض بالبلد، وبصراحة لو مرسي فضل في مكانه ده مش عارف العواقب هتكون ايه، بس المشكلة برضو في انه لو مشي يوم 30/6 البلد هتتحول لصراع تاني على السلطة وكله هياكل في بعضه. تعليقك ايه على احمد؟ انا شايفة لو بيصير نقطة مهمة جدا، نقطة ان الكرسي لو فضي دلوقتي من الدكتور مرسي والنظام بتاعه والحكومة بتاعته، مين اللي هيحكم مصر؟ ما هو يعني مبدئيا كده، يعني اول ما ننزل يوم 30 فور اسقاط النظام هيتولى قاضي المحكمة الدستورية، هيمسك السلطة كفترة مؤقتة لحد انتخابات رئاسية مبكرة. الثورة لها قادة،
ليها قاده فعليين موجودين ليها اللي هم مين؟ بدون ذكر اسماء. لا اعرف يعني اللي هم مين القادة. هو في قائد فعلي، انا يعني يا ريت من وجهة نظرك. انا من وجهه نظر كحسام ثروت كشخص مش كمتحدث باسم حركه شباب قادمون، وجهه نظري ان القائد الفعلي للثوره المصريه هو العقيد عمر عفيفي. العقيد عمر عفيفي. العقيد عمر عفيفي موجود في واشنطن. دي نقطة مهمة جدا هنناقشها لما نرجع. هنطلع معاكم لرفع أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ونرجع لكم تاني. قبل الفاصل تابعونا على راديو أهل مصر .net، وعلقوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك راديو أهل مصر بالعربي. نطلع للأذان ونرجع تاني لكم تاني مع برنامجكم حبة جد من راديو أهل مصر من قلب كل مصر. تابعونا على راديو أهل مصر .net، واسمعونا على صفحتنا وعلى الموقع ده، وتابعونا بكل كومنتاتكم وتعليقاتكم على راديو أهل مصر بالعربي على الفيسبوك. أهلا بيك تاني يا حسام. اهلا بيك. اهلا بيك وكل شباب قادمون. كنا بنتكلم وبنشوف التعليقات اللي جات لنا. انت كنت بتتكلم عن العقيد عمر عفيفي، شايف اللي هو المنفذ او الرئيس او القائد للثوره. ازاي؟ انا يعني هي دي وجهه نظر شخصيه. انا قبل ما اتكلم قلت وجهه نظر كحسام ثروت مش كحركه شباب قادمون. هو انا شايف ان العقيد عمر عفيفي هو القائد الفعلي لحركه للثوره المصريه. الثورة مش معناها ان النزول للميادين والشوارع، لازم يبقى في تنظيم للثورة، لازم يتعرف نقاط الضعف في الخصم عشان خاطر نبتدي ان احنا نتعامل معاها. وده اللي بيعمله العقيد عمر عفيفي. ايا كان الكلام اللي اتقال عليه، الكلام وانا يعني بعيد اللفظ، الكلام مفيش اي اثبات ان هو ارهابي او عميل او حاجة زي كده. يعني هو ما كانش في معتقل وخرج وبقى رئيس، هو حتى الان موجود في قضايا يعني اقتحام السفارة الاسرائيلية، هو محكوم عليه في اقتحام السفارة الإسرائيلية. يعني مش حاجة، في ناس بتحتج باقتحام السفارة الإسرائيلية، لكن حتى الآن مفيش أي إثبات إن العقيد عمر عفيفي جاسوس أو عميل أو إرهابي. نرجع تاني لمستمعينا وآرائهم وتعليقاتكم. أحمد بيقول أنا رأيي إنه لازم يمشي ويسيب البلد لمجلس رئاسي منتخب بجد من ناس عايزة مصلحة البلد وليس مصالحها الشخصية. هي فكرة المجلس الرئاسي يعني جربناها مرة ما نفعتش، لأن المجلس الرئاسي لازم أعضاء المجلس الرئاسي أيا كان حمدين أو البلدي اللي هم بيمثلوا الثوار إلى حد ما، لازم هيحطوا حد من النظام السابق زي عمرو موسى عشان خاطر ما تحصلش بلبلة من جماعة احنا آسفين يا ريس أو المؤيدين لمحمد حسني مبارك. فاحنا شايفين إن فكرة المجلس الرئاسي مش هتنفع. المجلس الرئاسي ده كان المفروض بعد إسقاط محمد حسني مبارك، لكن خلاص الفكرة دي انتهت. هو المجلس الرئاسي في المعارضة، لكن بعد اسقاط النظام بيتولى قاضي المحكمة الدستورية، وبعد كده بيتعمل انتخابات رئاسية مبكرة، وكل مرشح بيدخل بالبرنامج بتاعه واللي عايزه الشعب بيختاره. تمام. نرجع تاني لتعليقاتكم على الفيسبوك. نرمين أسامة بتقول اللي البلد فيه ده بسبب ان مفيش تعاون وكل واحد اهم حاجة رأيه وبس. وبإيدينا احنا ومجهوداتنا هنقدر نعدي بمصر المرحلة دي. ايه رأيك وايه تعليقك على نرمين؟ هو التوحد، احنا طرحنا مبادرة اسمها مبادرة لم الشمل، اللي هو نجمع الحركات والائتلافات او الجروبات الشغالة على الارض ونجمعها كلها في تكتل واحد ونبتدي نتحرك. في اللي بيوافق وفي اللي بيستجيب للفكرة دي وفي اللي ما بيستجيبش. احنا اهم حاجة عندنا ان يعني الضربات تكون للنظام ضربات موجعة ايا كانت، كنا مع بعض او ما كناش، طالما المصلحة واحدة والهدف واحد خلاص يبقى مش شرط ان احنا كلنا نبقى موجودين مع بعض. الجسد الواحد ما يقدرش حد يقوى عليه. هو الجسد موجود في الفكرة مش موجود في الاشخاص. يعني في الثورة الجسد موجود في الفكرة. الفكرة بتنفذ يا حسام بطرق مختلفة، وده السبب في للأسف تشتت القوى السياسية والحركات الثورية. هو تشتت القوى الثورية او الاحزاب ماشي، اما الحركات الثورية ما فيش بينها تشتت. الحركات الثورية شغلها على الارض اكتر منه عمل سياسي، وده اللي بيفرق الحركات عن الاحزاب. الاحزاب انا بعتبرها قلم والحركات شاكوش، فهو الحركات شغلها على الارض، الاحزاب شغلها انتخابات طيب في هناك من يتهمكم او يتهم الحركات الثورية ان بها عدة امراض اهمها الاختراق من عناصر مباركية سابقة، زي ما قلنا
انا مش هقول اسماء، او لان ليس لي ان اذكر اسماء، لكن بعض الحركات الثورية الموجودة على الارض بيدعمها ناس او نخب سياسية من نظام مبارك ورجال اعمال مشهورين جدا. هو بالفعل في حركات فعلا يعني بيتقدم لها دعم من النظام السابق، وبيتقدم لها دعم برضه من الاخوان، يعني علشان يكون حركة سورية معارضة سورية بيبتدوا يحركوا ده اللي بيوقع الحركات في الشارع. ما على كل يعني الحركات بتبقى موجودة قدام الناس والناس شايفة كل حاجة. الناس اللي بتبتدي اعتقد ان الناس دلوقتي زهقت، ويعني زهقت من كلمة ثورة. هي الناس ما زهقتش من كلمة ثورة، الناس زهقت من قيادات الثورة، من التصاريح الدبلوماسية. انا شايفها دبلوماسية مش تصاريح ثورية. مفيش اي قرارات ثورية، يعني ماسكين العصاية من النص. حتى الان ماسكين العصاية من النص، يعني لحد يوم 30 لو المعارضة فضلت بالشكل ده هنشوف قيادات جديدة، هنشوف شباب ثورة بيبتدي ان هو المعارضة اتهمت برضو في فترة، يعني في 25 يناير 2013 في ذكرى الثورة اتهمت المعارضة بالبعد عن، يعني اللي هي لا تمثل الميدان. يعني احنا شفنا وكنا في تغطيات رسمية وشفنا فعلا ان المعارضة او جبهة الانقاذ او غيره بقت لا تمثل شباب الثورة الحقيقيين الموجودين في الميدان، الغير تابعين لأي حركات ثورية أو أحزاب سياسية مختلفة. هو كلمة جبهة الإنقاذ لا تمثل الثوار اتقالت من بعد أحداث الاتحادية. لما احنا نزلنا عند الاتحادية واتقال كارت أصفر رغم إن الأعداد كانت كبيرة، ما كانش فيه يعني الحرس الجمهوري والجيش والشرطة أعلنوا الحياد، ومحمد مرسي هرب. لما هرب من باب الخدامين من ورا، يعني أنا أول مرة أشوف رئيس جمهورية بيهرب من باب الخدامين، هرب من ورا. يعني المفروض كان يبقى فيه قرار ثوري، يعني لو في واحد من شباب الثوار يعني معروف، انا لو كان سني كبير وكنت معروف كنت اتقدمت واعلنت رئيس جمهوريه او اعلنا مجلس رئاسي من شباب الثوره، لكن احنا للاسف اعتمدنا عليهم. الاعداد كانت كبيره قدام قصر الاتحاديه، الطريق كان مفتوح لينا، لكن طلع جبهه الانقاذ ايا كانت ضغوط من النائب العام او ضغوط من الولايات المتحده او مفاوضات او تقسيم تورته، لكن طلعوا بتصاريح. هو يعني فعلا اتهموهم او اتهموا الحركات الثورية كمان وليس جبهة الانقاذ فقط وقادة المعارضة ان اللي عندهم البعد عن ربط الفهم الثوري بالفهم الجماهيري. يعني انت اوكي، انت بتنفذ ثورة، بتشتغل ثورة، ليك اهداف معينة عاوز تحققها، لكن ما بتنفذش حاجة على ارض الواقع. وده اللي يعني في ناس كتير جدا، يعني في ناس بعتها يا حسين بتقول حركة قادمون لم نسمع عنها من قبل، حركات احنا ما نعرفش غير 6 ابريل والتيار الشعبي، وعشان في آلة إعلامية مع 6 ابريل والتيار الشعبي، لكن حركة شباب قادمون ما فيش آلة إعلامية، ما فيش تمويل، عشان كده الناس مش سامعة عنها. احنا لما بننزل في مكان الناس بتبتدي تعرفنا، خلاص حركة شباب قادمون لكن بتقدموا ايه للناس؟ يعني بتقدموا ايه؟ ما هو برضو ده اتهام اللي ادى لجبهة الانقاذ اللي هي يحصل حالة نفور من الجموع اللي كانت وراها، لان الناس شايفة اللي جبهة الانقاذ كلام 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 وما بيحصلش حاجة على ارض الواقع. وده العمل السياسي، اللي الناس حاليا ده يعني في الفترة دي، في فترة ثورية ما فيش عمل سياسي، المفروض يبقى شغل ثورة، شغل قرارات حاسمة. لكن بالنسبة لحركة شباب قادمون اللي هو بيقول ما سمعتش عنها، احنا حتى الان تحركنا في اسكندرية وفي الجيزة ما فيش تمويل، الفكرة بتنتشر ببطء، لكن لما بننزل مكان خلاص حركة شباب قادمون بتثبت في عقول الناس بعد كده بتبتدي ان هي تجيلنا، والحمد لله بنلاقي اعجاب الناس، يعني في اي مكان بننزله الحمد لله. الناس برضو اتهمت المجموعات الثورية ان الاول كان الميدان جسد واحد، كان اسمهم ثوار ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة. بدأتوا تتقسموا الفصائل وفئات متعددة، اللي دخل تحت جماعة البرادعي واللي دخل تحت جماعة حمدين واللي دخل تحت جماعة مرسي او ابو الفتوح او غيره، فتشتتت الكلمة وما بقيتوش مؤثرين. يعني دلوقتي لو رجع نظام مبارك تاني هيبقى اقوى منكم، ده رأيي انا، طبعا بعبر عن رأي الناس والمستمعين اللي بعتلي رسائل، كل ده ارائهم. ما هي دي فكرة اطلاق الغنائم اللي عملها المجلس العسكري لحد دلوقتي مأثرة فينا. ان هو ابتدى يوزع الغنائم، يعرض مناصب قدام الناس في انتخابات، وده اللي عايزين نعمله جماعة الاخوان المسلمين دلوقتي، ان هم بيبتدوا يقولوا للمعارضة طب استنوا لحد ما يبقى في انتخابات
هم عايزين الانتخابات توصل عشان خاطر المعارضه تتقسم، لكن انا شايف ان لو استنينا الانتخابات مش هتبقى في معارضه، هتبقى معركه تقسيم هي سلطة. المعارضة أساسا يا حسام يعني نظام سليم جدا وصحي لازم يبقى موجود، سواء البلد مستقرة أو لا. المعارضة دي هي الأداة اللي نقدر نقيس بيها أو يقيس بيها الحاكم نبض الشارع. لو كانت معارضة سليمة بتقدم حلول وبتحط ايديها على الجرح اللي موجود فعلا في الوطن. هو ده فين يعني ده شايف ده اللي بيحصل فعلا. هو ده الفرق ما بين شباب الثوره والمعارضه الحقيقيه، وما بين المعارضه السوريه اللي هي جبهه الانقاذ. جبهه الانقاذ معموله يعني انا باكد الكلام ده ان جبهه الانقاذ شو اعلامي شو اعلامي شو الانتخابات الرئاسيه برضه شو اعلامي ووسيله ضغط ان انت خلاص لو ما نفذتليش مطالبي هبتدي احرك الثوار. ده في اعتقادهم ان هم بيبتدوا يحركوا الثوار لتنفيذ للضغط على السلطه الحاكمه، والسلطه الحاكمه بتلجا ان هي تتفاوض مع الناس دي، وزي ما شفنا في عضو جبهه الانقاذ عمرو موسى مع ايمن نور مع خيرت الشاطر، وده اللي احنا شفناه. وبرضه من خافيه كان اعظم، يعني ما نعرفش البرادة بيعمل ايه، العشاء الجميل نرجع تاني نقرا شويه كومنتات من مستمعينا. احمد شوجر بيقول نازل عشان اشوف التغيير الحقيقي. الناس كلها قبل ما نتكلم عن يوم 30 كلها نازله، يعني كل الناس تبعت لنا نازل عشان اشوف التغيير الحقيقي، مش ناس تسرق الثوره ولم يتغير شيء، والبلد بتمر باحرج الاوقات. انا عاوز التغيير ليس في اشخاص فقط، ومش عاوز حد يكون طمعان في السلطه وبس. هو يا ريت بس واحمد يعني احمد من مستمعينا الدائمين، واحمد ده في ثانويه عامه. هو يا ريت بس احمد يغير كلمه اشوف التغيير، هو يقول انا نازل اعمل تغيير، لان لو طالما هتشوف طب ما خلاص خليك يبقى هو هو خانوا اللفظ، هو خانوا اللفظ. هو باذن الله في شباب بس يعني واحد عنده 16 او 15 او 16 سنه وبيقول انا نازل. ما هو هي ده اخطاء السلطه الحاكمه، ان هي خلاص خلت الثوره في عقول الشباب، في عقول الشباب سنها صغير، في عقول الناس اللي قاعده في بيوتها. خلاص هي نقلت الثوره، هي يعني هم ساعدونا، الاخوان ساعدونا ان هم ينقلوا الثوره من الميادين للشوارع، وما بقتش للشوارع، بقت للبيوت كمان. جاي لنا كومنت تعليق اخر من عهد محمد، مستمعتنا الدائمه من اليمن، يمنيه. لما بدأت الثورة المصرية كانت مفاجأة لكل الناس ونحن منهم، وفضلنا قدام التلفزيون نتابع ايه اللي بيحصل للمصريين، ونتمنى مبارك يسقط ويتنازل عن السلطة ويقف عن اللي بيعمله في المصريين. كنا بنتابع تصريحاته واي اخبار بشغف، خصوصا قبل ثورتنا الثورة اليمنية، قبل ثورتنا ما تبتدي، وفرحنا لما اتنازل عن السلطة، وبعدين انشغلنا بثورتنا احنا ونسينا العالم. بس اوقات الانتخابات المصرية رجعنا تاني وشجعنا، وبعديها بنسمع اخبار متفرقة على حال الحكومة الجديدة، حكومة انديل. طبعا انا بسمع للشعب واحلامهم، وكلنا نتمنى ان مصر تنهض، وكل الدول اللي عملت ثورة تنهض وتقول للكل انها عملت الحاجة الصح. ايه رأيك؟ يعني اليمن مستوى يمنية، هي الثورة المصرية يعني الثوار المصريين بينزلوا، لكن في دعوات من اليمن، من سوريا، من لأن مصر قلب العالم وأم العرب. تعرف في مقولة نابليون بونابرت قال إن مصر أهم دولة في الشرق الأوسط. ده بالفعل أهم دولة في الشرق الأوسط، والشرق الأوسط هو أهم مكان في قلب العالم، هو قلب العالم واهم مكان فيه فعلا. اذا مصر اهم دولة في العالم، عشان كده الانظار كلها متجهه ناحيه مصر، عشان كده الاصابع الخارجيه كلها دخلت مصر، يعني مصر بقت بلاش كلمه صوابع دي عشان في ناس بتنرفز من الموضوع ده. نطلع فاصل يا حسام مع مستمعينا، ونرجع تاني على راديو اهل مصر في برنامجكم حبة جد مع رباب عزام. نطلع فاصل مع حسام، تابعونا على راديو اهل مصر .net، او اكتبوا لنا كومنتاتكم او الاغاني اللي حابين تسمعوها معانا النهارده على راديو اهل مصر بالعربي على الفيسبوك. نطلع الفاصل ده ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء على راديو اهل مصر في برنامجكم ساعة حبة جد. حسام بيشاور لي بيقول لي اطلعي من ساعة صبحية بقى. برنامجكم حبة جد النهارده معانا حسام. اهلا بيك يا حسام. انا النهارده بقى متلخبطه جدا. حسام هندسه صوتيه وحسام ضيف، يعني لازم تبقوا اصحاب، لازم تبقوا اصحاب جدا. حتى لما حضرتك بتقول حسام يعني احنا الاثنين بنبص. ايوه بتشوفوا هكلم مين فيكم.
احنا عاوزين ما تكلمناش عن حملة تمرد. هي حملة انت شايف الواقع حملة تمرد في الشارع المصري عامل ازاي؟ والاخوان او الجماعة ابتدت في الفترة الاخيرة بعد اعلان الحملة تقريبا اللي هي وصلت ل 13 مليون من كام يوم، ابتدت تروج اشاعات او مقولات ان انت مثلا يا حسام عندك الشارع بتاعك بتنزل معاك 1000 جنيه بتلم البطايق بتاع الناس اللي موجودة، وكل واحد تديله 10 جنيه على البطاقة، والناس ممكن ما تكونش عارفة اصلا ان هم بيملوا استمارات تمرد. هو حسام لو حسام او غيره او اي حد من حملة التمرد معاه 1000 جنيه ما كانش شارك في الثورة، ما كانش نزل الثورة. هو حسام اساسا وباقي الثوار ممولين. لا مش ممولين خالص، يعني اللي معاه دليل بيطلعوا ده. يعني حتى لما بننزل الشكل العام بيبقى باين مين اللي ممول، مين اللي بينزل انتخابات، مين اللي بيوزع سكر، مين اللي بيوزع زيت، مين اللي بينزل بعربيات اتوبيسات بتيجي من المحافظات. لكن احنا شكلنا باين، افعالنا باينه، مفيش اي حد يمسك علينا اي حاجه. اما بالنسبه لحمله التمرد دي انا بعتبرها فكره، وفكره هتستمر حتى بعد اسقاط النظام وبعد تولي اي نظام جديد. ان اي نظام جديد هيمسك اي ظلم هيحصل منه هيبتدي المعارضه تعمل حمله تمرد. فحمله التمرد دي فكره اكتر منها حمله. مها صديقتنا بعتلنا في رساله خاصه على الراديو بتقولك ان هي بنفسها شافت في يوم من الايام اشخاص من حمله تجرد هي عارفاهم في المنطقه بتاعتها كانوا طبعوا استمارات حمله تمرد، وابتدوا ينزلوا يجمعوا توقيعات الناس على حمله تمرد. وبعد كده التوقيعات دي بعد ما وصلت لآلاف، لحوالي 3 أو 4000 توقيع، اترمت واتحرقت، علشان بعد كده لما يجي صناع حملة تمرد الحقيقيين ويجمعوا التوقيعات دي من الناس، انا مضيت قبل كده مش همضي تاني. شفت انت تقدر تعلق ده فعلا موجود. هي دي ثغرات من تنظيم حملة تمرد، لكن لازم حاجة زي كده تحصل. هم خلاص دلوقتي بيبذلوا كده اصوات كتير بقى. لا هي مش اصوات كتير، هي دوبك بالمئات، لان يعني طريقه اسلوبهم في التعامل واضحه. بينكشفوا بسرعه، فهم حتى يعني عايزين يلحقوا اي حاجه. هو دلوقتي معركه حياه او موت بالنسبه ليهم. هم دلوقتي بيلتقطوا في انفسهم الاخيره دي، انا بسميها حلاوه روح. حلاوه الروح بالنسبه للاخوان المسلمين. وحركه شباب قادمون هتشارك ونازله يوم 30. هي حركه شباب قادمون اكيد طبعا نازله يوم 30، وفي حاليا تنسيق مع الاحزاب والحركات والتيارات اللي موجوده ان احنا احتمال نطلع بمسيره من الهرم. بس لسه منتظرين، لان في تغيير كل شويه. يعني الاخوان بيقولوا هنحشد في ميدان النهضه، في ميدان الجيزه، يعني لسه ما تمش وضع السيناريو النهائي او تم وضعه، لكن ما ينفعش نعلن عنه دلوقتي عشان خاطر طب ما تعلن لنا على حاجه حصريه كده على الراديو بتاعنا. هو يوم 30 هو حاجه حصريه يعني لحركه شباب قادمون او للثوار عامه. مش هيجي من الثوار، الحصر مش هيجي من الثوار، الحصر هيجي من جماعه الاخوان المسلمين. ال 250 من جماعه الاخوان المسلمين هم دول اللي هيفجروا مفاجآت. من يوم 26 هتبتدي تتوجه ضربات قاضيه لجماعه الاخوان المسلمين، هتخليهم يدخلوا يوم 30 وهم ضعاف معنويا. الحرب من يوم 20 هتبقى حرب معنويه لحد يوم 26. هتبتدي من يوم 26 هتبقى حرب استراتيجيه على الارض، وهتبتدي المعارك على الارض. في ال10 دقائق اللي باقيه من حلقتنا النهارده هنكمل قرايه بقيه الكومنتات. يا رب نلحق نقرا جزء كبير منها عشان المستمعين بتوعنا بيزعلوا جدا يا حسين. دكتور ابراهيم اسماعيل عيسى بيقول: استطيع التاكيد على ان مستقبل الاذاعه هو في هذا النوع من الاذاعات التي تسمى اذاعات الانترنت، والتي تبث خدماتها الاذاعيه من خلال النت دون ان يكون لها ترددات عبر الاثير، وكذلك يستقبلها المستمعون ايضا عبر النت. وقد افردت فصلا كاملا في كتاب الاعلام المعاصر لهذا النوع من الاذاعات. على العموم فكرة راديو أهل مصر مبادرة تستحق التقدير، وقد أعجبتني فكرة برنامج حبة جد، وعنوان البرنامج لفت انتباهي جدا، لأن المتابع للمشهد الإعلامي المصري يجده قد خلا من الجد والصدق والموضوعية، فهو إعلام موجه نحو تخريب البلد. أما هذا البرنامج فلا يهم غير مصلحة مصر، والمذيعة رباب هي إعلامية نابهة جديرة بتقديم هذا النوع من البرنامج، وجديرة بأن تستقطب لهذه الإذاعة أطياف من المجتمع، خاصة المخلصين لهذا الوطن الغالي. احنا بنشكر طبعا حضرتك جدا يا دكتور إبراهيم. وهو الزمن اللي جاي
زمن التكنولوجيا، زمن الانترنت. يعني التلفزيون، الراديو، كل حاجة بقت على الانترنت. يعني خلاص التكنولوجيا، صح يا حسام؟ هو يعتبر الاعلام ده البديل. تخصصك بقى، جزء من تخصصك، صح؟ هو ده يعتبر الاعلام البديل، لان فعلا. اي يعني الكيانات الموجوده، اي كيان عامه، يعني حتى لما بنتكلم على الارض، لما بنقول في الاحزاب ما بتأديش اللي عليها، بيظهر حركات، الحركات ما بتأديش اللي عليها، بتظهر مجموعات ثوريه على الارض. كذلك الاعلام، القنوات ما بتأديش الدور اللي عليها، الراديو ما بيأديش الدور اللي عليه، بتظهر الشباب راديو معظم نت. وقته على الانترنت. ما هو ده فعلا يعني دلوقتي فكرة راديو او تلفزيون انترنت يوصل اسرع. هي فكره راديو انترنت، يعني فكره كويسه وهتنتشر زي الفيسبوك، هتبقى اعلام بديل. نكمل قرايه. محسن بدري بيقول 30 يونيو نهايه الاخوان المتأسلمين، كلنا نازلين لاستكمال اهداف الثوره، عيش، حريه، عداله اجتماعيه، الثوره مستمره واحنا مكملين. احمد صبيح بيقول بالنسبه للي بيحصل في البلد، 30/6 هو نهايه حكم الاخوان في كل الدول العربيه وبدايه الحكم العسكري مره اخرى برضا تام من الشعوب العربيه. ولكن المشكله في الضريبه اللي هندفعها في المقابل هتكون تقيله قوي، لان الاخوان يعلموا يقينا ان اللي هيفضل منهم في مصر بعد اليوم ده مش هيشوفوا النور تاني. فمن المؤكد ان تكون هناك مواجهات داميه. وعلى الجانب الآخر اللي هيخرج منهم هيوقع البلد اقتصاديا قبل ما يخرج، لأن غالبا هناك خطة محكمة لسرقة كل ما تبقى في البنوك والمؤسسات المصرفية من أموال قبيل الخروج. انت ايه رأيك في كلام أحمد؟ أنا شايفاه مهم. يعني بيتكلم ان نهاية الإخوان في كل الدول العربية مش في مصر بس، هتبقى يوم 30، وان الإخوان إذا خرجوا قدرنا، يعني إذا قدر الشعب المصري يخرجهم، هيخرجوا وهم سارقين بقية الأموال المصرفية والحاجات، وهيبقى في مواجهات دامية جدا. هو مش هيخرجوا بسهولة. بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين من يوم الاتحادية وهي بتدور على الخروج الآمن، لكن عن طريق الصفقات، لأنهم عارفين إن هم بعد إسقاط النظام هيبقوا في معتقلات. لكن أنا بطمن جماعة الإخوان المسلمين إن أنتوا خايفين إن بعد الثورة تبقوا ورا الحديد، لكن انا بطمنكم ان انتوا بعد الثوره هتبقوا تحت التراب، لان مش هيبقى في جماعه اخوان مسلمين باذن الله. باذن الله في محاكمات ثوريه. الناس دي يعني هنقول نظام مبارك كان نظام فاسد سياسيا، لكن جماعه الاخوان المسلمين ما افسدتش الحياه السياسيه، ده افسدت مصر. هي لسه اشتغلت يا حسام عشان تفسد الحياه السياسيه. ما هو اصلا ما فيش حياه سياسيه في مصر حاليا. هو اللي بيحصل دلوقتي احتقار. لا ما فيش حاجه سياسيه خالص في مصر. نكمل بقيه التعليقات بتاعتنا. دكتور ابراهيم رجع تاني بيقول لنا في رايي ان الثوره لازالت متعثره ولم يتحقق شيء من اهدافها، ويعود السبب الرئيسي الى تشتت افكار الحركات الثوريه وتباين الرؤى واندساس اصحاب المصالح بين اعضاء هذه الحركات، وانشغال هذه الحركات بقضايا كان يمكن ان تؤجل. فالقضايا الاساسيه للثوره عيش، حريه، كرامه انسانيه، عداله اجتماعيه لم يتحقق منها شيء لعدم التركيز عليها، لأن أهدافها تركزت في المصالح الشخصية. بيتكلم عن الحركات الثورية. بالنسبة بقى ليوم 30 يونيو أتوقع أن تكون مصر فرجة للعالم كله. ستخرج المظاهرات عن الإطار السلمي، وسوف يندس المخربون بين المتظاهرين، وكالعادة تستطيع الحركات الثورية الإمساك بزمام الوضع. كما أتوقع وقوع مواجهات دامية بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه. وتذكروا هذا الكلام جيدا، لأن الثورة المصرية ضلت طريقها من التنمية ورخاء المواطن إلى محاولة البعض تحقيق المصالح الشخصية. هذا رأيي. ايه رأيك في كلام دكتور ابراهيم؟ هو مبدئيا كده انا عايز اوضح للناس يعني ايه كلمة سلمية، او بمعنى مظاهرات سلمية ان احنا ما نبادرش بالعنف، نخرج في تظاهرات سلمية خالية من التخريب والفوضى. معظم الناس بتتوقع ان الطرف الاخر هو اللي هيبتدي بالعنف. الطرف الاخر لو فكر ان هو يبتدي بالعنف، يعني هو كده بيحفر قبره، لان مفيش اتزان في القوة. جماعة الاخوان المسلمين في جميع انحاء الجمهورية 650,000 اللي يقدروا يحشدوا على الارض 30,000. انت شايف ان ال 15 مليون او ال 13 مليون اخر رقم اعلانته تمرد هينزلوا؟ واحنا كنا بنطلع للناس في البيوت، لا فمش كل الناس هتنزل، لكن الاغلبيه منهم اللي هيقدر ينزل هينزل. اللي هيقدر ينزل هينزل. انا بقى الناس بتقابلني يعني ملهاش علاقه بالثوره ولا يعني اللي تعرفوا عن الثوره ان هو التلفزيون، بيتفرج على التلفزيون. ناس بتقول هتخرج امتى عشان ننزل معاك. اما بالنسبه لحمله التمرد، وفي ناس اللي هي بتقول حركه شباب قادمون ما نزلش حمله التمرد،
او ما قدمتش حاجه ايجابيه لحمله التمرد. احنا بالفعل مشاركين مع حمله التمرد، والكلام ده يقدر يقوله محمود بدر مسؤول حمله التمرد، ان في ناس من عندنا بتشارك، في احمد عادل، في احمد اسامه، في علاء سكر، في محمود سعودي، في احمد بوب، في ناس كتيره جدا بتشارك، والكلام ده يقدر يقوله محمود بدر مسؤول الحمله. هو مين قائد حركة تمرد قادمون؟ حركه شباب قادمون يعني في مكتب سياسي قادة الحركه يعني الرئيس، يعني قائد تمرد او مؤسسها محمود بدر؟ لا مش محمود بدر، هي برضو يعني مش عايزين نحجم الموضوع في محمود بدر. هو محمود بدر احد المؤسسين، زي ما حركه شباب قادمون حسام ثروت احد المؤسسين فيها، فهو كون محمود بدر مجموعه من الشباب، مجموعه من الشباب، وهي فكره. نرجع تاني. نضال مصريه بتقول احب اسال الضيف الموجود، يعني ايه ثوره بالنسبه ليكم، وليه عملتم الحركه دي، وهل لما اسستم الحركه بكده حققتم اهداف الثوره؟ انا شايفه ان كل حركه بتقوم بتهد معاها ركن كبير من اركان الثوره، والروح الحلوه اللي كانت فيها لما نزلنا شلنا نظام كلنا بايد واحده، ايد واحده تجمعنا وعلم واحد بيغطينا بدون عصبيه لشخص او لفكره معينه. انما الالف حركه اللي ظهرت انا شايفه ان مالهمش 60 لازمه، بالعكس دول بيهدوا ما بيحققوش اهداف، وبيحققوا اهداف الفلول وغيرهم في حدوث الانقسام. افيقوا يرحمكم الله. انت ايه رايك؟ طبعا هو مبدئيا بس عشان تعريف الثوره، هو الثوره مجموعه مطالب شعبيه اتوحدت وشايفه ان المطالب دي مش هتتحقق غير باسقاط النظام. النظام هو اللي بيعوق تحقيق المطالب دي، وهو اللي بيتسبب في احداث الثوره. اما بالنسبه لان الحركات الثوريه هي اللي بتشتت، لا، الحركات الثوريه بتجمع المستقلين، بتشد ناس للثوره اكتر، بتعمل في كذا فكره على الارض، بيبتدوا ان هم يتحققوا استراتيجيه على الارض. لكن فكره ان الحركات الثوريه على الارض هي اللي ادت لاضعاف المعارضه، لا، ده بالعكس، ده هي اللي ادت لقوه المعارضه، لان حتى بنجبر السياسيين بنجبر السياسيين ان انتوا لو تخاذلتم، لا، في ناس موجوده على الارض هتبتدي ان هي تحاسبكم. ويعني بندي تنبيه كده لاي نظام جديد ان انت لو اخطات في صور موجودين على الارض. معانا محمود بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بيوجه كذا سؤال، أرجو توضيح إلى أين يأخذنا لجماعة الإخوان. إحنا أعتقد اتكلمنا في تساؤلاتك دي يا محمود، وشكرا طبعا على مشاركتك. تامر هلالي بيقول أنا مش نازل لأنها مش هتفرق. هو متشائم تامر. هو إما سلبي وإما إخواني، لأن هم يعني دلوقتي حرب معنوية. محمود خالد بيقول أنا نازل يوم 30 وحاسس إنها زي 25 يناير، وهركز على 3 حاجات: سينا واللي بيحصل فيها، وحلايب وشلاتين وعدم وجودها على الخريطة، وانها بقت تابعة للسودان، وسد النهضة وعواقب الجفاف بعد سنين قريبة. الحاجات ال3 دول محسسني اني عديم الكرامة في بلدي، وان مصر هي كمان مبقاش ليها كرامة، وده سبب ان نخلي الناس تنزل يوم 30. فيصل الحجاج بيقول ليه الحركات الصغيرة ما تنضمش لأحزاب كبيرة وتقدم أفكارها وتقدم أفكار جديدة وتمارس نفس عملها من خلال أحزاب كبيرة وتبقى كتلة كبيرة قدام الإخوان، من غير ما نتهم الأحزاب الجديدة، لأن دي أحزاب لسه بتنشأ، والمفروض اللي يغذيها ويقويها انضمام الحركات الصغيرة ليها بأفكارها وشبابها. الحركات الصغيرة لو كانت شايفة إن الأحزاب يعني بتأدي دورها ما كانتش اتأسست الحركات الصغيرة. شريف طارق بيقول 30 يونيو الثورة المصرية الثانية. هبة رجب بتقول أنا شايفة إننا في أصعب لحظات حياتنا، ولا إما هنقدر ننظف البلد بجد، لا إما مش هنقدر. 30/6 مش يوم وخلاص، دي مرحلة مهمة في تاريخ مصر، ومش هنخلص من الإخوان ونسترد بلدنا في يوم نروح ونرجع. ده مشوار بدايته 30/6، وإن شاء الله هنقدر، بس نبقى مخلصين وبعيدا عن تشوهات 25 يناير ومليون ائتلاف 3/4 كذابين وجايين يظهروا على حساب الوطن. هو مبدئيا كده هي مش الثورة الثانية، هي الجولة الثانية من الثورة المصرية. يعني أي ثورة ما بتتجزأش، هي موجودة في جولات ليها. الثوار لما بيكتسبوا خبرة بيبتدوا إن هم يعملوا جولات تانية. فيصل بيقول بس حركة تمرد كان ليها هدف واضح وأثبتتها ونزلت ساعدتها كل القوى، وده كان سر نجاحها، ان هدفها كان واضح ومحدد: انتخابات رئاسية مبكرة. ده اللي ما بتعملوش الأحزاب. هو فعلا يا فيصل. وزمان كانت حركة كفاية بدأت صغيرة وبعدين كبرت وكان ليها دور كبير في الثورة، وهدفها كان واضح برضو: عدم التوريث. دنا داليا بتقول البلد في الوقت الحالي في فترة
أسوأ فترة. الفساد زاد أضعاف مضاعفة، ما فيش مية ولا كهرباء ولا أكل، والأسعار في زيادة. الأهم من كده إن ما بقاش حد حاسس إنه عايش في دولة وإن في رئيس. كل واحد بقى يعمل اللي عايزه من غير ضابط ورابط. الوزراء زفت، والسياسيين ما عندهمش أي أفكار سياسية. أظن إن أي طفل في ابتدائي هيكون فاهم سياسة عنهم. حتى المعارضة كلام وبس. وده لأن اللي بيحكمنا جماعة كل غرضها الوصول للسلطة، وعندها ذعر من إنهم يسيبوا السلطة تاني ويرجعوا السجون، فبقوا يتخبطوا في كل حاجة. بس بجد هما بيحسسون إنهم زي واحد بيحتضر، وعموما هما إن شاء الله في أيامهم الأخيرة في السلطة. أنا بس نفسي بعد 30/6 اللي لو ربنا قدرني إن شاء الله ونزلت إننا نتجمع تاني، مش 100 حركة على 500 ائتلاف على 1000 حزب. المفروض نكون كلنا ايد واحدة. فعلا يا داليا بجد، يعني ربنا يسهل ان شاء الله. فيصل رجع وبيقول لنا كل الشاغل كل ايه. انت مش موضح كلامك قوي يا فيصل. ايه بيقول؟ كل اللي شاغل بيسألك ايه موضوع حملة تجرد اللي سرقت الشعار بتاعكم؟ هي مبدئيا هي اسمها حملة تشرد، ما اسمهاش حملة تجرد، لان هي سرقت الفكرة من حملة تمرد، وسرقت الشعار من حركة شباب قادمون. يعني انا حاسس ان هم عايزين ينتدبوا ثوار وينزلوا الحملة دي، يجمعوا توقيعات. وحملة تجرد وضحت لما نزلت امبارح او اول امبارح في امبابة، ما جمعتش ولا صوت. يعني حملة تشرد هي فعلا حملة تشرد، ان هم حتى في الشارع ما بقاش ليهم صوت. هم حاليا بيجمعوا التوقيعات من الاجتماعات بتاعتهم ومن المقررات بتاعتهم. احنا وقتنا انتهى، وكمان خدنا وقت اضافي. انا بشكرك جدا، وكنت مبسوطة جدا في النقاش والحوار معاك النهاردة يا حسام. شكرا. وبشكر طبعا حركة شباب قادمون وممثلها الرسمي حسام ثروت، المتحدث الرسمي باسم الحركة. كان معاكم النهاردة في برنامجكم حبة جد، ولمدة ساعتين من 7 ل 9. على المايك رباب عزام، وعلى الميكسر حسام عدلي. حابين تسمعونا، حابين تعلقوا وتقولوا لنا افكار نحب نناقشها معاكم، اكتبوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو اهل مصر بالعربي، وتابعونا واسمعونا على مدار ال 24 ساعة في كل برامجنا وفي اغانينا. وانتظرونا في رمضان القادم ان شاء الله وبروموهاته القادمة. اسمعونا على راديو اهل مصر .net. والى اللقاء في حلقة قادمة، وغدا فريق عمل اخر وجديد في حلقة حبة جد.